رفع أسعار الفائدة من جديد للمرة السابعة على التوالي في عام 2022. بس قبل ما نبدأ الفيديو ياريت تدعمنا بلايك للفيديو، اشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد، وما تنساش تاخد جولة في القناة فيها كل ما يخص البنوك واستثمار أموالك. أفضل استثمار من أول 1000 جنيه هتلاقي أسفل الفيديو في أول تعليق كل روابط شهادات وأفضل استثمار ليك. لازم تشاهد الفيديوهات قبل ربط أي شهادة، وبعد اللايك والاشتراك في القناة تعالى بينا نشوف الفيديو الجديد. رفع أسعار الفائدة من جديد للمرة السابعة على التوالي. فبعد موافقة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من البنك المركزي الأمريكي يعلن رفع أسعار الفائدة للمرة السابعة على التوالي، وذلك قرار الفيدرالي الأمريكي اليوم 14/12/2022 يوم الأربعاء. تم عقد اجتماع للفيدرالي الأمريكي لاتخاذ قرار هام بخصوص أسعار الفايدة لمواجهة التضخم. منذ بداية عام 2022 حتى الآن تم رفع أسعار الفائدة من الفيدرالي الأمريكي، والذي أثر بشكل كبير على الدول الناشئة وكان منهم مصر. بسبب هذه القرارات فلقد قرر الفيدرالي الأمريكي اليوم الأربعاء رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساسي، لترتفع أسعار الفائدة ما بين 4.25% و4.5%، وذلك أعلى معدل في الفائدة الأمريكية منذ سنوات عديدة. ولقد اتخذ الفيدرالي الأمريكي 7 قرارات برفع أسعار الفائدة في عام 2022، وكان منهم 4 قرارات تم رفع فيها أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساسي، حيث وصلت إلى 3.75% و4%. وحتى الآن معدلات التضخم في أسعار المواد الاستهلاكية 7.7% الأمريكية. وننتظر البنوك العربية والمركزية قرارات البنك المركزي المصري والدول العربية في أقرب وقت. فما تنساش تشترك وتفعل الجرس ولايك للفيديو عشان يوصلك مننا كل القرارات الهامة الأيام القادمة.